السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا الواد حموكشيش العسليه ابني الكبير ده قال لماما انا جعان ومش عاجبه الاكل اللي انا عاملاه، فصعب عليا صراحه، فقلت اعمل له ايه اكل على السريع كده. يلا بينا نشوف هناكله ايه. دلوقتي بقى انا جبت كام بطاطسايه وقرن فلفل، وانا بحب صراحه الخيار التوائم ده، وطماطمتين وجزرايه، وكان عندي كفته بايته اللي انا كنت عاملاها في فيديو قبل كده بقى يجي اسبوع في التلاجه، قلت اكلها له غلبان ابني حبيبي ده الغالي عليا. يلا بينا نشوف هنعمل له اكل. دلوقتي انا هقشر له البطاطس دي بسرعه. هعمل له بقى ايه؟ قلت يا بنتي يا دودو عيب، ده ابنك الكبير عسليه اللي ان شاء الله ده الوحيد اللي في ولادي اللي لما هيتجوز هيرجع لي تاني، مراته هتيجي عليا اكيد معذبني في الاكل. فانا دلوقتي هعمل له بطاطس محمره اهو، هقشرها كده. دلوقتي يا حبايبي انا هولع الطاسه اهو، ولعنا على الزيت بتاعنا ونقشر بقى البطاطس ونخرط البطاطس. دلوقتي انا هخرط البطاطس اهوت، عامله له صوابع دايما مدوخ، دايما مدوخ ما يعجبوش حاجه، عايزه اكل له قطع بطاطس محمره وفلافل. شاب زي ده ياكل ازاي بطاطس محمره وفلافل؟ ده لما يروح الجيش ده مش عارفه هيعمل ايه، مش عارفه هاكله عدس فول غصب عنه. دلوقتي يا حبايبي انا قشرت البطاطس اهوت واحطها في الزيت اهو، بدا يسخن. على بال ما تتحمر بقى البطاطس بتاعتنا نعمل له طبق سلطه جميل كده عشان ياكل. على بال ما البطاطس تتحمر هعمل له بقى خرط له الطماطم دي، اعملها له سلطه. هعمل له بقى طبق سلطه كده حلو ياكله جنب البطاطس المحمره وكفته. خرطنا بقى الطماطم، نخرط الفلفل بتاعنا الجميل ده. يلا بسم الله. دلوقتي اهوت انا خرطت الفلفل ده. انا بقى بحب ابشر الجزر هو والخيار بيبقى احلى، مش بحبه كده يبقى مقطع فيها قطع كبيره اهوت. دلوقتي بقى انا عندي جزريه يتيمه اهي هبشرها له عليها. والله العظيم انا حاسه ان مراته هتديها عليا، ده طول عمره من هو عيل صغير معذبني في الاكل والشرب ومدوخني. دلوقتي انا هبشر له الجزريه الخياره، انا بحب الخيار ده عشان انا كنت اخلف توأم. دلوقتي يا حبايبي احنا بشرنا بقى الجزر والخيار بتاعنا، وقطعنا الطماطم والفلفل. هحط له اهوت حطيت حبه ملح وحبه زيت، ما بحبش برضو عليها الليمون، وهقلبها على بال بقى اما البطاطس تتحمر. هسخن له الكفته، هروح بقى اجيب طاسه واسخن له فيها الكفته. دلوقتي انا جبت الطاسه بتاعتي هنزل بقى بيها بالكفته دي، واحط عليها شويه ميه صغيرين. انا مش هسخن، ميه بسيط جدا علشان ايه تسخن كويس شويه كده، وعلى الهادي كده على بال ما البطاطس بتاعتنا عبال ما البطاطس تتحمر تكون الكفته بتاعتنا سخنت ونحضر له الاكل. يلا دلوقتي انا اهوت حطيتها واغطيها بقى، واوطي عليها النار شويه عشان تسخن كويس. اهو يا حبايبي خلصنا الاكل ونروح ناكل الواد العسليه يا ابني. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير وتشتركوا في القناه بتاعتي والكومنت، ولو في اي حاجه عايزين تقولوها لي قولوها لي وانا اعملها لكم. لو عايزين تجربوا وصفه او اي حاجه جديده ولو عندكم عروسه لابني ما يضرش. تصبحوا على خير.